التاريخ كامل ديال الملاحه البحريه كاين حدث واحد باقي كيتذكر حتى لدابا. الحدث خلى العالم كامل مصدوم. تخيل معايا اكثر من 2200 شخص راكبين في اضخم سفينه في العالم، كيغنيو وكيتعشاو وكيحتفلوا برحله العمر، وفي نفس الوقت كان الموت كيتقرب منهم بخطوه بخطوه وهما ما جايبين للدنيا اخبار. والاغرب من هادشي كامل ان الكارثه ممكن ما توقعش اصلا. شنو هو الخطا اللي دار وعلاش حتى واحد ما قدر ينقذ السفينه، وكيفاش تحولت رحله الاحلام الى واحده من اكبر المآسي في التاريخ. اليوم غنرجعوا للاحداث الواقعيه اللي وقعت اكثر من 100 عام ونكتشفوا القصه الكامله للسفينه اللي قالوا عليها مستحيل تغرق. السلام عليكم اصدقاء، معكم حسام اللي معروف بمقلد الاصوات. اليوم غادي نحكيو على واحده من اشهر الحوادث اللي وقعوا في التاريخ، حادثه سفينه تايتانيك، السفينه العملاقه اللي كانت كتعتبر اعجوبه هندسيه في ديك الزمان، والناس كانوا كيقولوا باللي حتى البحر ما يمكنلوش يغرق هذه السفينه. ولكن في ليله واحده فقط تحولت رحله الاحلام الى كارثه صدمت العالم كامل وخلفت الالاف ديال الضحايا. شنو وقع بالضبط وعلاش غرقات وكيفاش عاشوا الركاب اخر الساعه ديالهم؟ خليونا نرجعوا لاكثر من 100 عام للور. في بدايه القرن العشرين كانت منافسه كبيره بين شركات الملاحه البحريه. الشركه ويت ستارلين قررت تبني اكبر وافخم سفينه عرفها العالم. هذه السفينه تسمت تايتانيك، كان الطول ديالها اكثر من 269 متر وفيها مطاعم فاخره، فيها مسابح وقاعات رياضيه وغرف ملكيه ما كانش عندها المثيل. الناس اللي شافوها اول مره انبهروا بها بزاف، والصحافه بدات كتكتب بان هذه السفينه من اكثر السفن امنا في العالم. نهار 10 ابريل في عام 1912 خرجت تايتانيك من مدينه كيندوم ستامبتون في يونايتد، وكانوا راكبين فيها اكثر من 2200 شخص، منهم اغنياء مشهورين وحتى العائلات البسيطه. المهاجرين بغاو يبداو حياتهم جديده في امريكا، كل شيء كان فرحان ومتحمس. الرحله كانت متجهه لنيويورك سيتي. الايام الاوليه دازت عادي والبحر كان هادئ بزاف حتى جات ديك الليله المشؤومه. في ليله 14 ابريل في 1912 كانت السما صافيه بزاف، ولكن كانت مشكله خطيره. عده سفن رسلت تحذيرات للتايتانيك وبلغوها باللي كاين الجليد في الاتجاه اللي مشى فيه، وللاسف السفينه بقات محافظه على السرعه الكبيره اللي كانت ماشيه بها. مع ديك 11 و40 دقيقه د الليل تقريبا المراقب السفينه كيبان له قدامه جبل ديال الجليد وبدا كيغوت بالجهد. جبل ديال الجليد قدامنا. حاولوا الطاقم انهم يغيروا الاتجاه، ولكن الوقت كان متاخر بزاف ووقع الاصطدام. ما كانش قوي بزاف لدرجه ان الركاب كاع ما حسوا بها، ولكن تحت السطح المائي كان ضرر كارثي. المهندسين بسرعه عرفوا بان السفينه صافي غادي تغرق، والمشكل هو ان التايتانيك ما فيهاش العدد الكافي من القوارب اللي غيهزوا ديك الناس كاملين. في الاول بزاف ديال الناس ما صدقوش بان السفينه تقدر تغرق، وبعض الركاب بقاو جالسين وكيتهاودوا وكيضحكوا عادي. ولكن مع مرور الوقت بدا الماء كيدخل اكثر فاكثر، وبدات حاله الخوف كتبان في وجوههم كاملين. الطاقم حاول ينقذ اكبر عدد ممكن من الناس، والاولويه كانت للنساء والاطفال. العائلات بدات كتفرق، الامهات كيدعيو لولادهم والازواج كيدعيو لزوجاتهم. الموسيقيين اللي كانوا في السفينه بداو كيعزفوا الموسيقى باش يهدنوا الركاب اللي في السفينه. نهار 15 ابريل في 22 دقيقه ديال الصباح انقسمت السفينه على جوج وغرقت بالكامل في المحيط الاطلسي. تخيلوا معايا من الاصل اكثر من 2200 شخص نجوا منهم غير 700 فقط، اما الباقي توفوا بسبب الغرق او بسبب البروده اللي كانت قاصحه. السفينه RMS كارباتيا وصلت ونقذت اللي باقيين عايشين، والعالم كامل تصدم من هذه الكارثه. كارثه التايتانيك بقات واحده من اشهر المآسي اللي وقعت في البحريه. هذه الحادثه علمت العالم دروس عديده مهمه على السلامه البحريه، ان لابد خص يكون في السفينه عدد كافي من القوارب النجاه. ومن بعد اكثر من قرن ما زال اسم التايتانيك كيخلد قصه مليئه بالاحلام والامل والحزن. وصلنا للختام هذا الفيديو. الى عجبتكم القصه ما تنسوش ديروا لي لايك، دير متابعه لاشين ديالنا وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ان شاء الله ربي من كل يومين عندنا قصه واقعيه اللي غتعيشوا معنا احداث جميله ان شاء الله في القصص اللي ماشي. بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. كان معكم اخوكم حسام، نتلاقاو في فيديو جاي. تهلاو.